هلو هلو، ازيكم حبايبنا في كل مكان. النهاردة معانا وصفة جميلة كلنا بنحبها، مكرونة بالبشاميل. تابعوني خطوة بخطوة، يلا بينا. المقادير: 450 جرام مكرونة بني، 500 جرام لحمة مفرومة، 1 بصلة كبيرة، 4 معالق كبار صلصة طماطم، 1 معلقة كبيرة زيت، 6 معالق كبيرة دقيق، 4 كوب لبن، 1 كوب كريمة، 1 كوب مرق الدجاج، 2 كوب موزاريلا، 2 بيضة، 3 معالق كبيرة زيت، ملح وفلفل اسود حسب الرغبة. يلا نجهز المكرونة. في مية مغلية بننزل بالمكرونة وعلى نار متوسطة بنسوي المكرونة لمدة 12 دقيقة، ومن وقت للتاني بنقلب المكرونة عشان المكرونة ما تعجنش. بعد ما المكرونة بتستوي بنصفيها وبنغسلها. يلا نجهز اللحمة المفرومة. بنفرم البصلة، وفي طاسة سخنة بننزل بالزيت، بننزل بالبصل، بنشوح البصل لحد ما بيدبل. بعد كده بننزل باللحمة المفرومة، بنحاول بالسباتولا بنفصل اللحمة عن بعضيها عشان ما تمسكش في بعض. عايزين نخلي اللحمة تبقى مفرولة. عايزاكم تكتبولي في التعليقات المكرونة بالبشاميل من انهي بلد، دي سهلة بقى. بننزل بالصلصة، بنقلب اللحمة كويس، ولو حسينا محتاجة صلصة زيادة بنزود. الصلصة بتدي شكل ولون وطعم حلو اللحمة المفرومة. بننزل بالفلفل الاسود والملح ونقلبهم كويس. يلا نجهز البشاميل. بننزل بالزيت، بنضيف الزبدة، ولما الزبدة بتسيح بنضيف الدقيق، ونفضل نقلب الدقيق كويس لحد ما الدقيق بيدوب ويستوي لمدة دقيقتين. بعد كده بنوطي النار درجة حرارة منخفضة جدا، وبنضيف اللبن حبة حبة لحد ما الدقيق بيدوب خالص وبيبقى ناعم. نبتدي نضيف كوباية تانية من اللبن، وبرضو نقلب لحد ما المكونات تمتزج في بعضيها وما يبقاش فيه تكتلات للدقيق. على درجة حرارة متوسطة بنكمل سوى البشاميل. بعد كده بنضيف باقي اللبن، وبنضيف الكريمة ونقلب كويس. الخطوة دي مهمة جدا، نفضل ايدينا في البشاميل نفضل نقلب. هنا بنعمل مرقة الدجاج، كوباية مية سخنة، بنضيف معلقتين من المرقة الفورية ونقلبهم كويس. بعد كده بنضيفهم على البشاميل ونقلب لحد ما نحس ان القوام ابتدى بيبقى سميك. ولما البشاميل بيغلي بنقلب كويس ونوطي درجة الحرارة لدرجة حرارة منخفضة. بنضيف الملح ونقلب كويس. بعد كده بنضيف الفلفل الاسود، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنا البشاميل ابتدى يبقى اسمك من الاول، ده القوام اللي احنا عايزينه. بنطفي على النار وبنسيب البشاميل يبرد شوية. بنحط المكرونة في بولة كبيرة وبنضيف عليها من 3 ل 4 مغارف من البشاميل ونقلب كويس. بنضيف حبة من الموزاريلا ونقلب. صينية مستطيلة
بننزل بطبقة من البشاميل، بعد كده طبقة من المكرونة. بنوزع المكرونة في الصينية كويس. بعد كده بننزل بطبقة من العصاج اللحمة المفرومة ونوزعه في كل الجوانب. بنضيف طبقة من الموزاريلا، بعد كده طبقة تاني من المكرونة، ونحاول نوزع المكرونة بشكل متساوي ما يبقاش فيه فراغات. بنجيب بيضتين ونضربهم كويس. بنضيف رشة من الفلفل الأسود ونضيف البيض على الباقي من البشاميل ونقلبهم كويس. بعد كده بنضيف البشاميل على المكرونة، دي هتبقى الطبقة الأخيرة. بنحط كمية كويسة من البشاميل بحيث ان احنا بنملى كل الفراغات. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وكومنت جميل، وتعملوا سيف للفيديو عشان لو حبيتوا ترجعوا له بعدين. بنحط على الوش طبقة من الموزاريلا. في فرن متسخن قبل كده بنحط صينية المكرونة على درجة حرارة 350 لحد ما بتاخد اللون الجميل دوت. وبكده المكرونة بالبشاميل جاهزة للتقديم. مكرونة بالبشاميل دي أكلة مصري، بس هي ابتكار من المهاجرين اليونانيين والإيطاليين لما كانوا عايشين في مصر. الطعم كان رائع، جربوه قولولي ايه رأيكم. بالهنا والشفا، واستنوني مع أكلة جديدة. باي باي.